طالب ياستورب المدير الفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق بعدم الانشغال بقرعة الدوري التي أقيمت أمس والتركيز الكامل على مواجهة الترجي الرياضي التونسي القادمة. يفاضل ياستورب مع جهازه المعاون بين محمد شليف ومروان عثمان لقيادة هجوم الأهلي أمام الترجي، مع ميل داخل الجهاز لمحمد شريف بسبب خبرته في المباريات الكبيرة. أحد أفراد الجهاز المعاون اقترح على ياستورب الاعتماد بشكل أكبر على أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب بسبب تراجع مستوى أليو ديانغ ومروان عطية مؤخراً. عقد ياستورب محاضرات فنية مكثفة مع لاعبي النادي الأهلي في فندق الإقامة بتونس، إضافة إلى جلسات فردية لشرح نقاط القوة والضعف في الترجي الرياضي التونسي قبل مباراة الذهاب. حذر ياستورب لاعبي الأهلي بشدة من ارتكاب أخطاء قرب منطقة الجزاء ومنح المنافس كرات ثابتة، وطالبهم بتقليل الركنيات والكرات الثابتة أمام الترجي لقدرة الفريق التونسي على استغلالها. قرر الترجي الرياضي التونسي إقامة آخر تدريبين للفريق قبل مواجهة الأهلي بعيداً عن الجماهير لزيادة تركيز اللاعبين بعد حضور جماهيري كبير وإشعال الشماريخ في التدريبات الماضية. يرى محللو الأداء في تونس أن الترجي يجب أن يستغل المساحات خلف محمد هاني في التحولات السريعة، بينما يعد محمود حسن تريزيجيه الأخطر في الكرات العرضية، وإمام عاشور الأخطر في التسديد من خارج منطقة الجزاء. أكد المحلل التونسي حسن الغربي أن جماهير الترجي ستشكل ضغطاً كبيراً على لاعبي الأهلي في الملعب الأولمبي برادس، لكنه شدد على أن الأمر قد يكون سلاحاً ذا حدين. تنتظر جماهير الأهلي اعتراض النادي على إقامة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في ملعب المقاولون العرب. نفى الأهلي ما تردد عن التفاوض مع أحمد حجازي، وأكد أن التوجه حالياً هو إعادة المفاوضات مع محمد عبد المنعم أو التعاقد مع مدافع أجنبي. يفاضل الأهلي بين أحمد رضا وعمر الساعي لإعادة أحدهما من الإعارة، مع استقرار كبير على عودة أحمد خالد كباكا. أبدى عماد النحاس تحفظه على فكرة تدريب أحد فرق قطاع الناشئين بالأهلي الموسم القادم بسبب امتلاكه عروضاً من أندية بالدوري وعروضاً خارجية. أنباء عن وجود اتجاه داخل الأهلي لإبعاد عادل مصطفى عن الجهاز الفني بنهاية الموسم مع ترشيح رضا شحاتة أو سامي قمصان. نفى الأهلي منح محمود الخطيب الحرية الكاملة لياسين منصور لإدارة ملف الكرة، مؤكداً أن الخطيب سيظل متدخلاً في أغلب قرارات. أصوات داخل الأهلي تطالب بتعيين ضياء السيد رئيساً لقطاع الناشئين مع منح دور إداري جديد لوليد سليمان. عقد اجتماع بين سيد عبد الحفيظ ومجدي طلبة وعصام سراج الدين لاختيار مدير تعاقدات جديد للنادي. تعرض إبراهيم الأسيوطي ظهير الأهلي الشاب لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي. تقارير صحفية تشير إلى انفتاح داخل الأهلي لمنح محمد الشناوي فرصة الرحيل أو الاعتزال بنهاية الموسم. أبدى ناصر منسي ترحيبه بتمديد عقده مع نادي الزمالك وينتظر تقدير النادي. استقر نادي بيراميدز على طلب حكام أجانب لمباراته أمام نادي الزمالك في الدور الثاني من الدوري. سجل أحمد عبد القادر هدفه الأول مع نادي الكرخ العراقي بطريقة مميزة. أعلن أولمبياكوس اليوناني تجديد عقد أيوب الكعبي بعد تألقه الكبير مؤخراً.